السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف يا رب. مرحبا بكم عندي كاملين في قناتي وقناتكم شهيوات لطيفة ام رقية، ودائما في اطار الشهيوات رمضان. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد لي سيجار كيجيو خطيرين معمرين بالخضرة والشعرية الصينية والدجاج. صراحة كيجيو رائعين، المذاق ديالهم كيجي رائع بالنسبة للامهات، يعني اللي ما كياكلوش الوليدات ديالهم هكا الخضر. صراحه بهذه الطريقه غياكلوهم فعلا كيستحقوا التجربه وكيجيو لذاذ بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوه حتى الاخير باش تعرفوا على مقادير وطريقه التحضير. كذلك ما تنساونيش من الدعم ديالكم ليا، التعليقات ديالكم الزوينه بحالكم ان شاء الله، وكذلك شاركوا ليا الرابط الفيديو مع الاصدقاء والحباب باش تعمل فائده وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله. غنبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا في واحد المقيله عندي نص كيلو ديال صدر الدجاج اللي مقطعته قطع صغار بعد ما غسلته. عندي 3 ديال البصلات مشلضين، من الاحسن تكونوا خضاريين كيجيو رائعين في هذا لو سيجار. عندي واحد جوج كورجيطات محكوكين في الحكاكه رقيقه، جوج خزوات محكوكين في الحكاكه رقيقه. عندي كذلك معلقه صغيره ديال قزبور ومعدنوس، ربع حامضه مصيره مقرده، راس معلقه صغيره ديال الهريسه، وعندي كذلك جوج دريوس الثومه محكوكين. بالنسبه للتوابل عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، نص معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الملح على حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال العطريه ديال المروزيه ديال الدجاج. كنحتاج كذلك واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا. هنايا انا درت ديك الثقيله، ممكن تستعملوا الا كانت ثقيله ممكن تستعملوا حتى ديك الخفيفه حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه للاخوات اللي ما توفرتش يعني عندهم هاد صوص الصوجا ماشي ضروري ديروها، الا كانت متوفره من الاحسن، ولكن الا ما كانتش متوفره راه ماشي ضروري، غير هي كتعطي مذاق زوين في هذا الحشو. درت كذلك واحد نص كاس صغير مخلط ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه. صافي هنايا نحاول نخلط الكل مزيان وغنديرو فوق النار. عافيه تكون متوسطه، وتخليو يعني الخضر ديالكم ومع الدجاج والتوابل يتشحروا مزيان. يعني ما كتضيفوا لا ماء لا والو، يعني كتخليو الخضر هما اللي كيطلقوا الماء ديالهم ويطيبوا مزيان. صافي هنايا بعد ما بدات الحشوه كطيب ليا كنبدا نحرك فيها. هانتوما هنايا الخضره راه بدا كتطلق في الماء، كتطلق الماء ديالها وكطيب فيه مزيان. يعني ما كنضيفوا لا ماء لا حتى حاجه. صافي غنبقى نشحر فيه هكا حتى كتنشف الحشوه مزيان. صافي في هاد الاثناء راني غنخلي الحشوه ديالي حتى كطيب وتشحر مزيان، وغنمشي نقطع معكم ورقه البسطيله. خديت هنايا واحد نص كيلو ديال ورقه البسطيله يعني 500 غرام. حطيتهم وحده فوق وحده وغنقطعهم الى نصف دائره. كنتمنى الفيديو يكون واضح. صراحه هاد الطريقه سهله وعمليه. هانتوما بعد ما قطعتهم الى نصف دائره، دابا غنحاول نحط هادوك اللي قطعت يعني فوق من هادوك الاخرين، وثاني غنقطعهم. هنايا غنقطعهم الى مثلثات. صراحه الطريقه عجباتني وزوينه صراحه، حتى في ملي تبغيو تعمروا بهم هكا السيجار كيجيو ساهلين، ما كيعذبوكمش في الخدمه ديالهم، كيجيو رائعين. هانتوما هنايا غنقطعهم. هانتوما الاخوات بعد ما تبعتوا معايا الطريقه كيفاش قطعت الورقه ديال البسطيله، يعني هذه الطريقه صراحه سهله وعمليه، حتى في الخدمه ديالها كتجي سهله وزوينه. نتمنى تجربوها. صافي في هذه الاثناء راه الحشوه ديالي طابت تماما، يعني نشفت من الماء تماما كما كتشوفوا معايا. هنايا صافي راني غنحيدها. بعد ما حيدت الحشوه ديالي غنضيف عليها واحد تقريبا رابعه ديال الشعريه الصينيه اللي رقدتها في الماء يكون طايب، صفيتها وقطعتها. غنضيفها على الحشوه وغنخلط الكل مزيان بهذه الطريقه. في هاد الاثناء ملي غنخلط الحشوه ديالي حتى كتنحس بديك الشعريه يعني مسجمات ليا مع المكونات ولا مع الحشوه مزيان، غنخلي الحشوه ديالي تبرد تماما. ضروري الاخوات يعني الحشوه تخليوها تبرد مزيان، حيت الا بديتو تعمروا فيها يعني في الورقه غادي تقطع لكم وهي سخونه. ضروري تخليوها تبرد عاد تبداو تعمر. صافي في هاد الاثناء راني غنبدا نعمر معكم. عندي هنايا في يعني حطيت حدايا واحد الزلافه درت فيها الخليط ديال الدقيق والماء باش نلصق به داك الجانب اللي كيكون في الاخير ديال هاد السيجار. هانتوما الطريقه سهله وبسيطه وعمليه. كديروا الحشوه يعني في المقدمه او الحشو، من بعد كتنيو الجوانب، دوك الجوانب اللي كيكونوا في هذا كتنيوهم الوسط، ومن بعد تروليو وكتلصقوا بالدقيق والماء. صراحه طريقه سهله بزاف وعمليه، وكيجيو السيجار حتى هما كيجيو مقادين.
صراحه هاد صراحه هاد الطريقه ديال هاد السيجار كيجيو رائعين، لا في الخدمه ديالهم لا في زعما الشكل ديالهم، كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. وكما قلت لكم في الاول يعني داك الخضار اللي كيكونوا في الحشوه صراحه ما غاديش تحسوا بهم واش كاينين الخضار نهائيا. بالنسبه للوليدات يعني اللي ما كياكلوش هكا الخضار، بهذه الطريقه راه غادي ياكلوهم كيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. انتم الاخوات راني هنايا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لي نيم او لي سيجار، حيت فعلا كيستحقوا التجربه وكيجيو رائعين. وكما كتعرفوا يعني رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي، والله يرحم الاموات ديالنا يا رب، الله يرحمهم الله يغفر لهم في هذا الشهر الكريم اللي جاي ان شاء الله، والله يغفر فيه الذنوب ديال جميع المسلمين يا ربي امين، والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي. كما قلت لكم الاخوات في الاول يعني الحشوه راه بردات تماما، ضروري ضروري تخليوها تبرد تماما، حيت الا بديتوا تعمروا في هذا لي سيكار ديالكم والحشوه سخونه غادي يعني تقلب لكم الورقه، ما غاديش تجيكم مقاده. وهنا الا لاحظتوا معايا راني ما كندهنش الورقه بالزبده. كاين الاخوات اللي كيدهنوا بالزبده، انا صراحه ما دهنتهاش، حيت في الاخير ان شاء الله تشوفوا معايا بلي غندهنهم بالزبده من الفوق. وانا بالنسبه للسيجار هكا ما كنقليهمش في الزيت، يعني انا كندخلهم الفران، تشوفوا معايا الطريقه، وكيجيو زوينين في الفران، كيجيو مقرمشين يعني صراحه اكثر من الزيت. يعني الزيت كيهزو شويه، الزيت الا قليتيهم في المقله انا كيعجبوني في الفران. صافي هنايا خديت شويه ديال الزبده اللي ذوبتها وخلطت معها شويه ديال صوص الصوجا. صافي هنايا بديت كندهن السيجار ديالي من الفوق بهذه الطريقه. وكما قلت لكم راني غندخلهم الفران، يعني ما كنديرهمش في الزيت، يعني ما كنقليهمش في الزيت، يعني موالفه كنديرهم في الفران وكيجيو صراحه مقرمشين ومحمرين احسن من ديال الزيت. انتم الاخوات غنستمروا بنفس الطريقه حتى كندير لهم الوجه ديالهم كاملين، وان شاء الله ندخلهم الفران يكون سخون من قبل 180 درجه، كنشعل غير لتحت حتى يتحمروا من التحت، عاد الفوق يتحمروا من الفوق هكا، عاد نخرجهم. نتوما بعد ما دخلتهم شدوا لي هذا اللون اللي كيكون مذهب وكيجي زوين زوين صراحه، كيجيو مقرمشين. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وانتم هذه هي النتيجه النهائيه ديال الصيغه اللي قدمت معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، حيت فعلا كيستحقوا التجربه. يعني اش غنقول لكم، المذاق ديالهم رائع، حتى تجربوهم ان شاء الله وردوا عليا، حيت فعلا رائعين. الوليدات راه غياكلوهم ان شاء الله، وغادي يقولوا لكم مازال يعني زيدوا زيديني، غايقول لكم زيدينا ماما، حيت رائعين رائعين. انا شفت بنتي ملي جرباتهم هكا عجبوها بزاف صراحه، خطيرين خطيرين، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا ان شاء الله باش نستمر ونعطيكم كل جديد. ونهاركم مبروك، نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.